القطاع الخاص في مصر لسه في منطقة الانكماش. في حاجة اسمها مؤشر مدير المشتريات PMI، ده بيكون رقم كده من 0 ل 100. إذا كنت أعلى من 50 فأنت كده في مرحلة النمو، أقل من 50 أنت في مرحلة الانكماش. لو 50 بالظبط يبقى على وضعك زي ما أنت. المؤشر لمصر في مارس كان 47.6، في ابريل نزل ل 47.4. ستاندرد اند بورز جلوبال قالوا الاتي: النشاط التجاري في مصر حصل له تراجع ملحوظ مره اخرى، والشركات علقت على الكلام ده ان ظروف السوق صعبه. والانخفاض ده ادى طبعا الى انخفاض مؤشر التوظيف. هسيب لكم التقرير كده في الكومنتات تبقوا اقروه، بس خلونا نفهم الاول المؤشر ده عباره عن ايه وبيتحسب ازاي. المؤشر ده بيقدم نظرة عامة ودقيقة على ظروف العمل في القطاع الخاص، العمل الغير نفطي طبعا، وبيعتمد على 5 حاجات تحديدا. أول حاجة الطلبيات الجديدة، بيجيلك أوردرات من السوق ولا لأ؟ تاني حاجة مستويات المخزون، الحاجة اللي عندك في المخزن بتطلع وبيجي غيرها ولا الدنيا نايمة؟ تالت حاجة مستويات الإنتاج، يعني لو عندك 5 خطوط إنتاج شغالهم كلهم ولا مشغل نصهم؟ رابع حاجة حجم تسليم الموردين، الأوردرات بتيجي وبتتنفذ ولا لأ؟ آخر حاجة بيئة التوظيف، الناس بتشتغل ولا قاعدة على القهوة؟ صناع القرار في الشركات والمحللين والمستثمرين يستخدموا المؤشر ده كواحد من أهم الأدوات قبل ما يبتدوا ياخدوا أي قرار. طب المؤشر ده بيلم المعلومات بتاعته دي إزاي؟ بيعرف منين يعني؟ بسيطة، بيتكلموا مع مديرين المشتريات في أكبر شركات موجودة في العالم كله، ويلموا المعلومات دي ويقارنوها بالشهر اللي قبليه.